بسم الله الرحمن الرحيم. مهم قوي ان انت تبقى فاهم ازاي تدير العالم الداخلي ده عشان تقدر تخلي النفس تعمل في صالحك. في حاجة من الحاجات اللي انا خدت بالي منها ان في ناس كتير ما تبقاش فاهمة ايه هي الفاليوز بتاعتها. هو عايش كده وخلاص، مش عارف يديفاين تصرفاته، فبيتصرف بس هو مش عارف هو بيتصرف كده بناء على ايه، هو عايش وخلاص. وممكن اللي بيحدد تصرفاته دايما معظمها العالم الخارجي، اللي هي الناس اللي جايه عليه من بره، الاحتكاكات الخارجيه بتاعته هي اللي بتديفاين تصرفاته. طبعا ده غلط، لان انت التصرفات بتاعتك لازم تبقى جايه بناء على الفاليوز بتاعتك هي القيم بتاعتك، هي اولوياتك. خليني اشرحها لك بمثال بسيط. أه لو سألت حد مثلا قلت له ايه اهم حاجة عندك، قال لك اهلي. طب ليه اهلك اهم حاجة عندك؟ عشان بيدوني حب، بيدوني الامان. يبقى هنا الاهل مش هم الفاليو، بقى القيمة هنا في الحب والامان، والاهل اصبحوا وسيلة الإنسان بيتصرف دايما من خلالها عشان يوصل للحب والأمان. بيحتك بيهم كتير، بيزورهم كتير، بيكلمهم في التليفون كتير. ليه؟ عشان يوصل للحب والأمان. قيس على كده بقى حاجات كتير. بتحب السفر، يبقى انت الفاليو بتاعتك مغامرة. بتحب تقرأ وبتحب تتعلم، يبقى انت الفاليو بتاعتك العلم. آه، فدي امثله عن ازاي انت تديفاين الفاليو. لان انت لو عرفت الفاليوز بتاعتك، القيم بتاعتك دي، تقدر بقى توظف التصرفات بتاعتك ان هي تخدم الفاليو دي عشان تقدر تعلى فيها. حلو. وخلي بالك ان مهم قوي ان انت ما ترتبطش بصاحب او شريك حياة مش بيشاركك نفس الفاليوز، لان ده هيعمل كونفليكت كبير جدا. يعني مثلا انت بتحب المغامرة وبتحب الاستكشاف وبتحب تنطلق، ما تروحش تختار شريك للحياة بيحب الأمان والاستقرار. هيحصل بينكم كونفليكت. هيبقى هو عايز يقعد في البيت، الشخص عايز يقعد في البيت، وانت لا، عايز تنطلق وعايز تسافر. فصاحبك لازم تختاره يشاركك في نفس القيم. شريكة الحياة بتاعتك أو شريك الحياة بتاعك لازم تختاريه بيشاركك نفس القيم بتاعتك عشان تعرفوا تنطلقوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.